التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعل لوليه سلطانا فلا يترك في القتل وإنه كان منصورا. بيان استنكار من أبناء قبيلة عتاب للعمل الغادر الذي قام به نفر ضال من عشيرة آل حاتم الذين غدروا بالشيخ العام جميل الحاتم أبو لؤي، واحتراما من الشيخ العام، فقد أجلت العدة لحد نهاية العيد الفطر، فقد أعطى فعليهم تسليم الجنات. ونحن أبناء قبيلة عتاب على هبة الاستهلال وبأمر شيخنا العام ومن الله التوفيق أبناء قبيلة عتاب بغداد الشعلة. اخواننا بلا زعمه، الفتنه اللي صارت هي انه كل مشايخ الجنوب، كل مشايخ الجنوب وسادتهم اجوا وقالوا راح نعتصم بمضيق عتاب طيله ايام العيد، لكنه عتاب ما انطوا لا عطوه ولا هدنه، بس انطوا وشدوا رايه العباس انه لا قتل ولا معركه اثناء العيد. من توصيات شيخ عتاب العام انه المعركه لا تنتقل الى بغداد او المحافظه الا بامر مركز، بامر الشيخ مثل ما قال ابو مصطفى، وان عوده بعد العيد مباشره راح يصير اجتماع كل رؤساء عشائر قبيله عتاب ويقررون الشيء اللي يصير، وكلكم ما بنقول مشكورين لكن انتم هذا دم والنعم منكم. وسع شهم انت يا حاتم وطيت هالعيد، شهم انت يا حاتم وطيت هالعيد، ما دحلبت وتهاب سم العرابيد. شهم انت يا حاتم وطيت هالعيد، ما دحلبت فقيام وتهاب سم العرابيد. احنا الله خلقنا للوغى والويد، احنا الله خلقنا للوغى والويد، ولو صارت الكلفة يصير عندنا مثل العيد. احنا الله خلقنا للوغى والويد، ولو صارت الكلفة يصير عندنا مثل العيد. ثم مزرعة تراني ويهابه العلبين، مزرعة تراني ويهابه العلبين، ها ويهاب العلبين السم البي يخوف، 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 ويهاب العلبين السم البي يخوف. يقول احنا بعبر شيخ حاتم ابو عادل، يقول ابو عادل احنا بعبر كل عتاب تحت امرك، والله ننتظر امر منا على بغداد ان شاء الله، ما نخلي لا شيخ ولا غيره من بدر شاب بغداد.